السلام عليكم، أهلا غالياتي، نورتوا القناة. فيديو اليوم مهم جدا جدا. عندك هذا المول الصغير وحرتي في المقادير المضبوطة للبقلاوة. وبما أني شاركت معكم أسرار نجاح البقلاوة للمبتدئات في فيديو سابق، نخليه لكم في آخر الفيديو. حاولت هذه المرة نجاوب على كل التساؤلات اللي جاتني من قبل، ونمد لكم الكيل المضبوط بالكاس تاع 220 مليلتر وبالميزان. من العجينة والحشو والعسل تخدميها وعينيك مغمضين، اسهل منها ما كانش. فقط كما تعودتوا عليا، تبعوا كامل المراحل خطوة بخطوة، ركزوا مليح على أهم الملاحظات، ورايحين تنجحوا فيها من أول تجربة. إذا كنتِ أول مرة تشوفي قناتي، يسعدني انضمامك إلى عائلة لمسات حلوجية نيلية بالضغط على الجرس ليصلك كل جديد، وتنسونيش بالجام ليصل هذا المحتوى إلى أكبر عدد من المتابعين، والبارطاج مع الأهل والأصدقاء وتعليق محفز منكم. وما تنسوش أكيد ندو كامل الأجر بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما راكم تشوفون نمر مباشرة باه نمد لكم بالضبط أبعاد هذا المول أو هذا الصينية اللي راح نطيبوا فيها البقلاوة. هو في الأغلبية الأبعاد تاعو 10 على 30 سنتيمتر. أنا كما شفتوا قست معاكم هنا بالمسطرة في العرض تاعو 10 سنتيمتر. نشوفوا هنا للطول جاني 34 سنتيمتر، مش 30 سنتيمتر. وعليها رايحين نديروا الأبعاد اللي رايحين نحتاجوها، نديروا 34 في 10 تعطيني 340. رايحين ندير 340 غرام فرينة. كما راكم تشوفوا كيلتها معكم بالكاس. كل كاس الوزن تاعو 125 غرام، إلا هذا الكاس كاس ناقص إصبع. كما راكم تشوفوا الوزن تاعو كان 90 غرام. أما السمن هنايا المذاب، استعملت هنا السمن تاع المرجان، ذوبته كان بارد شوية. نصف كاس تاع 220 مليلتر، شوية أقل من النصف. الوزن تاعو من 80 حتى 85 غرام. الكمية تاع الفرينة نقسمها على 4. كما راكم تشوفوا هنا جاوني 2 كيسان تاع فرينة. الكاس هذاك غير إصبعين أو غير إصبع. كما راكم شفتوا الوزن تاعو كان 90 غرام. النصف تاعو كان نشاء، ونصف تاعو الآخر كان فرينة. كما تقدري تستغني على النشاء وتستعملي الفرينة وحدها. هنا نجو للسوائل. جبت حبة تاع بيض، خلطها على جهة. تقدري تستعملي حبة تاع بيض إذا كانت صغيرة في الحجم، إما إذا كانت كبيرة تستعملي النصف تاعها. درت الرشة تاع الملح، رشة شوية كبيرة، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة كبيرة بومبي من الحليب البودر. هنا كما راكم شفتوا جبت الكاس تاع 220 مليلتر، درت فيه السمن، كان شوي أقل من النصف، كان 80 غرام إلى 85 غرام. درت له حبة تاع البيض وماء الزهر. خلطت مليح هذه المكونات. الكمية تاع ماء الزهر بالضبط ما كيلتهاش معاكم، ما بانتليش هنا في التصوير، كانت 80 غرام، كانت نفسها وزن تاع السمن، الا انها الكمية تاع المزهر ما كملتهاش، ما خلطتهاش كاملة. كما راكم شفتوا خلطت السمن، البيض، ماء الزهر، وخليت نصف الكمية ماء الزهر مع الماء. يجي شوي دافي به، الجو هنا بارد، ماء الزهر ما نخرجوش من الثلاجة مباشرة ونخدم به، ندفي هذاك الماء شوية ونخلطه. بعد ما خلط هذيك المكونات الاولى، بديت نضيف في ذاك ماء الزهر المتبقي بشوي وراني نعجن فيها. ما تخافيهاش، كما قلت لكم من قبل، العجينه تاع البقلاوه ما نتعاملش معاها كما الصابلي، ما نلمهاش فقط، وما نبالغش في العجن تاعها، نعجنها عادي واحد 5 دقائق، من 3 إلى 4 دقائق، وما نبالغش في العجن. هنا راني كملت كامل الكميه تاع ماء الزهر، دات لي بالضبط نفس كميه السمن، 80 غرام تاع ماء الزهر مع الماء، او نصف الكاس او اقل من النصف قليلا. كما راكم تشوفوا هنا رايحه نكيل معاكم. خليت العجينه تريح. الكاوكاو هنا 300 غرام، وكل كاس هنا 120 غرام. هنا اكيد الكاوكاو راه محمص نوعا ما، انا شوي حمصته بزياده، انتم خلوه شويه محمص على بياض. شفتوا هنا 2 كيسان. هنا باه نكمل ديك 120 غرام درت لها نواه كوكو. اما الكاس الاخير درت فيه 100 غرام، شوفوا بالضبط وين راه واصل، معناها 120 و100 غرام بالضبط، 300 غرام كاوكاو. شوفوا الكميه تاع السكر، الكميه تاع الكاوكاو تاع السكر تجي نصف الكاس تاع 220 مليلتر. كما راكم تشوفوا هنا بالضبط الوزن تاعها 80 غرام.
ونشوف هنا كمية تاع ماء الزهر اللي رايحة نرش بها الحشو، تجي نصف كمية السكر بالضبط، وتقدري تزيدي أو تقدري تقلي. درت لها هنايا عطر اللوز الحلو مع عطر الجوز. شوفوا هنا درت 2 كيسان معمرين مليح كاوكاو، والكاس الآخر ناقص إصبع. السكر نصف كاس كما راكم تشوفوا، ورحت رحيت وما رحيتوش حتى يولي بودر. اذا كان السكر تاعك ماهوش احرش ياسر استعمليه مباشره عادي. انا هذه الخطوه ديما نديرها ومليحه للمبتدئات باهي ثمثم هذيك البقلاوه تاعكم يجي الحشو تاعها معسل. درت هنايا ملعقه من الفانيليا وملعقه كبيره من السمن الذائب كما راكم تشوفوا. نحاول ندخل هذاك السمن في المكون. تقدري تستعملي ملعقه من الزبده عادي. ونبدا هنا نرش فيها بخليط تاع ماء الزهر. درت فيه لاروم تاع اللوز والجوز، ونرد فيها نرشها كما راكم تشوفوا. نبدا نفتل فيها كما الطعام بلا ما نبالغ في العجن، ما نبالغش في الرش تاعها كما راكم تشوفوا. تقدري تستخدمي كامل الكميه كما تقدري تنقصي كما راكم تشوفوا. هذاك الكلمه ديالت لكم تاع الفرينه بالضبط. الملاحظه الهامه انك تقدري تزيدي عليه شويه، معليش اذا زدتي شويه بالعجينه، اذا كنتي خايفه العجينه ما تكفيكش مثلا ديري واحد 400 غرام وتقسميها على 4 وتكملي نفس الملاحظه. اما في الكاوكاو لا، لما ديري نفس هذاك الكيل تاع الكاوكاو تقدري تنقصي عليه بصح ما تزيديش فوقه، تجيك هذاك القيس بالضبط. ديري الطول في الارتفاع يجيك بالضبط الحجم او الكيل تاع الكاوكاو. تقدري تنقصي عليه بصح ما تقدريش تزيدي عليه، تجيك عاليه ياسر. نظن هنا الفكره مفهومه. انا فقط لانه الفيديو ما نحبش يجيني طويل وما تملوش منه نحاول نختصر لكم بعض الملاحظات كما راكم تشوفوا. هنا راني ما كملتش هذيك الكميه تاع ماء الزهر كما راكم تشوفوا. هذا التيست نديرها كما تتشكل لي كره، بصح لما نرميها رايحه كما شفتوا مش رايحه تحكم روح. انا من الاحسن انك تخليه ساعتين 3 لما تلقي هذاك الكاوكاو تاعك كامل تشرب، تزيدي قطرات من ماء الزهر. انا كما هاك ما زدتلوش، اكتفيت بهذيك الكميه فقط على حسب نوعيه الكاوكاو اللي عندك. هنا من الاحسن تخلي العجينه تريح ليله كامله او تخليها 2 إلى 3. هنا قسمتها على 2 بصح هذاك القسم درتو شوي اكبر من الاخر، القسم اللي رايحه نديرو في القاعده. وشوفي هنا ورقي بالطريقه اللي تساعدك واللي موالفه تخدمي بها، سواء ديري تقسميها الى كرات او انك تورقيها بالاله تاع البقلاوه. انا هنايا درت هذه الطريقه جاتني اسهل لان جاي هذا المول صغير، درتها على شكل مستطيل العجينه كما راكم تشوفوا، ودرت هذيك الخطوط بالموس ورشيت عليها القليل من النشاء المايزينا كما راكم تشوفوا. وبعدها بديت نطوي فيه بهذه الطريقه. هذه الطريقه جايه عمليه واسهل منها ما كانش، خاصه اذا كان المول اللي رايحين تستعملوه صغير في الحجم. هنا راح نتحصل على 6 طبقات. خليتها تريح. من الاحسن هنا تخلوها من 2 إلى 3 باه تساعدكم بعد في الخدمه. وخدمت العجينه الاخرى بنفس الطريقه وخليتهم يريحوا من 2 إلى 3 وبديت نحل فيها كما راكم تشوفوا. هنا نبدا نضغط باه ما يروحوليش الطبقات من بعضهم بعض. هنا الطريقه راها باينه وموضحه هنايا في التصوير كيف راني نستعمل في الحلال. نحاول اني نضغط كما الطريقه اللي نستخدموها في العجينه المورقه. هنا راني دهنت المول بالسمن كاع من الاطراف، وحاولت نحل هذيك العجينه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه باه تجيني مناسبه للمول. كما راكم تشوفوا الطريقه راها باينه. رايحه نوزع الحشو بلا ما نضغط ياسر ونحاول اني نسوي له السطح تاعو. هنا اذا طولتي خليتي هذاك الحشو طول او خليتيه بات من الاحسن انك تزيدي له رشات من ماء الزهر لانك رايحه تلقي اكيد هذاك الكاوكاو والشرب. رايحه نخدم الطبقه الاخيره بنفس الطريقه وكما راكم تشوفوا هنا اسهل من هذه البقلاوه ما كانش. مازال كملوا معايا، مازال كاين اسرار لنجاح هذه البقلاوه. البقلاوه هي من اسهل الحلويات وفي نفس الوقت كاين ياسر اللي عندهم تخوف منها.
كما راكم تشوفوا تخلصت من هذيك الزوائد تاع العجين. كما شفتوا هذوك 2 كيسان فرينه مع كاس غير ربع خدمت لي هذه البقلاوه وبقى من هذاك العجين. هنا من الأحسن أنك تخليها ساعة باه تقطعيها. قطيتها وخليتها في الثلاجة. هنا فقط هذيك الملاحظة باه ماش تولي تقطعي فيها وتولي هذاك العجين يهرب لك أو تتكمش لك الحبة. من الأحسن تخلي هذاك العجين يريح مليح وتطراسيها وتقطعيها بالطريقة اللي تحبي. وكما من قبل شاركتكم هذه الملاحظة، نستخدم هذا الموس أو هذا الخضم يجي رقيق باش ما يخليليش فراغات بين الحبات ويخرج لي هذاك الحشو. الا اني هذه اول مره نجرب معاكم هذه البقلاوه او نشارك معاكم هذه البقلاوه اللي رايحه ما نستعملش التوريق بيناتها فيه السمن، رايحه نسقيها بالسمن من بعد. كما راكم تشوفوا الوزن بالضبط نتاع السمن اللي هو نصف كاس، كما راكم تشوفوا اللي هو 80 غرام، من 80 الى 85 غرام بالضبط. نصف الكاس تاع 220 مليلتر ونسقي به السطح تاع البقلاوه. كما راكم تشوفوا في هذه الأثناء راني مشعلة الفرن على أقصى درجة، وهذه هي أهم ملاحظة في طهو البقلاوة أو في طياب البقلاوة. نحاول أني نوزع مليح هذاك السمن على السطح تاع البقلاوة ونديرها طيب مباشرة. أنا رايحة نوزن معاكم ونكيل معاكم بالضبط العسل تاع المرجان، ما درتلو حتى إضافة. كما راكم تشوفوا الكاس تاع 220 مليلتر راه وزني 340، جاي معمر مليح. نخليه على جهة. شوفوا البنات، أول وأهم ملاحظة في طياب البقلاوة نديروها على أقصى درجة مرتفعة لمدة 10 دقائق. وعلاش؟ باش هذاك التوريق يطلع وهذوك الطبقات يدو هذيك الصدمة الأولى، ونديروه على أقصى درجة من 200 إلى أكثر على حساب الفرن تاعك. بعدها رايحة نقصته من 180 حتى ل 170 درجة ونحسب تقريبا 1 ساعة لما نشوف هذيك الحواف تاع البقلاوة طاب. ونحاول اني نح منها مرصو من الجوانب اذا كانت البلا تاعك كبير. وشوفي اذا كانت محمرة طفي عليها، حمريها من فوق وعسليها مباشرة. هنا بعد ما خليتها ليلة كاملة تتشرب أضفت لها الغلوكوز مع قليل من العسل وزينتها بهذه الطريقة. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم نالت إعجابكم كما راكم تشوفوا ورايحين تنجحوا فيها. ديما التزيين نستعمل ملعقة أو الكيل تاع الغلوكوز مع كيلين من العسل، ما نبالغش في استعمال الغلوكوز من فوق به تعطيني هذيك اللمعة في البقلاوة. ونستعملها أكيد في التزيين كما راكم تشوفوا التوريق كيفاه